بسم الله، نرحب بكم في هذا الفيديو. اليوم اخترت لكم وصفة قلب اللوز، سلطان المائدة الجزائرية ولا سلطان المائدة الرمضانية الجزائرية بالأحرى. قلب اللوز ناجح 1000%. كاش اللي ما يحبش قلب اللوز، وكاين بزاف ناس جربوه وما نجح لهمش. اليوم رايحين نجربوا الوصفة المعتمدة للشافعي، رايحين تنجحوا فيها 1000%، تنجحوا فيها وعينكم مغمضين. شوفوا النتيجة النهائية ومن بعد نفوتوا لطريقة التحضير والمقادير مع بعض. شوفوا معايا قلب اللوز. قلب اللوز محلات تجارية عالي. نشوفوه مع بعض. شوفوا قلب اللوز طري طري، يذوب في الفم. شوفوا معنا المقادير وطريقة التحضير. اليوم خيرت لكم وصفة قلب اللوز. قلب اللوز أنا جربتها قبل عدة مرات، ولكن بعد ما جربت وصفة الشيف لي ربي يذكره على خير ويعطيه الصحة على كل حال، وعلى الوصفة الناجحة 1000%. من أول تجربة نجحت لي، يعني ما تتصوروش تنجح لكم من أول مرة. وش راح تستعملوا فيه كمقادير؟ سميد، عندي سميد خشين، سميد الخشين اللي تشروه بالميزان، سميد الخشين اللي تشروه بالميزان، هذا السميد راه ناجح لكم 100%. عندي 1 كيلوغرام سميد، عندي 750 غرام سكر، السكر هنايا كريستاليزي ولا سكر حبيبات، وعندي كبداية 220 مليلتر ماء. الماء هنا عندي ماء دافي مسخون، الماء من الحنفية، ماء عادي. كم طريقة التحضير؟ سميد الخشين هو الأول. أنا عندي هنا سميد الخشين، عندي السكر، سكر حبيبات. طبعا راح نخلطوا كامل نواشف، هذو كامل مع بعضها مع بعض راح نخلطوهم بهذا الشكل. كامل مع بعض. انا عندي هنايا قبل ما نبدا لكم طريقه التحضير، عندي هنا حنستعمل هذه سنيوه تاع النحاس. سنيوه النحاس انا عندي القطر تاعها 23 سنتيم. راح تشوفوا معايا القطر 32 عفوا 32 سنتيم. هذه السنيوه تاع النحاس تهز لي 1 كيلوغرام من سميد الخشن ولا سميد قلب اللوز. نرجع معكم طريقه التحضير. خلطت سميد الخشين مع السكر، خلطوه مليح. واش ديروا له ولا كيفاش راح نخلطوا؟ هذه كميه الماء اللي عندي 220 مليلتر ولا 220 غرام كذلك نفس راح نسكبوا بالعقل ونحركوا بهذا الشكل، غير بالعقل بهذا الشكل. هذا قلب اللوز هذا ناجح 1000%. يعني بالنسبة للمبتدئات ولا اللي عمرها ما جربت تجرب يعني وعينيها مغمضين. غير بالعقل تروحوا بالماء درجة درجة، تعطوا له حقه كامل، تحركوا غير بالعقل. كامل لازم يديكم السائل بنفس القدر، مش الجزء العلوي يتشمخ لكم والجزء السفلي يبقى ناشف، لا كامل تروحوا كامل معاه. بعد ما نكمل هذه المرحله راح مباشره نحضروا معكم شربات قلب اللوز، لان السميد هذا يتشمخ يتحط ومن بعد تحضروا في نفس النهار شربات. كي تحضروهم مع بعضهم لازم يرتاحوا بين زوج 24 ساعه. بديتوهم مثلا اليوم الوحده بعد الظهر ولا الواحده زوالا، رايحين تجبدوه الغدوه في نفس التوقيت وتخدموه.
هذا سر من اسرار نجاح قلب اللوز. ما ندير انايا لا حليب لا الحليب مغبره لا البن، الطريقه التقليديه البحته اللي يستعملوها كذلك اصحاب المحلات. التحريك لازم نبقى نحرك 10 دقائق، 10 دقائق وانتم كامل تحركوا فيه هكذا. تروحوا تجبدوا لتحت طلعوا لفوق. تبقاو تحركوا. كمية السائل راح تساعد لكم السكر يذوب. متنقصوش ولا تحاولوا تنقصوا في كمية السكر. قلب اللوز هو قلب اللوز، قلب اللوز في الحلاوة تاعو. نضيف وقت الراحة كذلك راح يساعد السكر يذوب. تواصلوا دائما تحرك، دائما عكس اتجاه عقارب الساعة. سر من اسرار الشاف علي، عكس اتجاه عقارب الساعة. ما تعجنوش. شوفوا كيفاش تعسل، شوفوا كيفاش تعسل لكم السكر. كامل لازم تحسبوا 10 دقائق. 10 دقائق تحسبوها حساب، لازم تحسبوا 10 دقائق. كامل هذا السكر اللي في اليد راح نغطيه مليح كذلك. علاش؟ باش ما ينشفش، الماء تاعو يبقى فيه. ترصوا كامل هكذا، تضغطوا عليه وتغطيوه كامل. نغطيه معكم، تغطيوه فيلم اليمونتير كامل. لا توضعوه في كيس ولا، مهم باش ما ينشف لكمش. تاكدوا باللي تغطاو مليح، تغطى مليح. تغطوه كامل وتحطوه يعني في المطبخ. فلاش توضعوه في الثلاجه ولا توضعوه في مكان بارد، توضعوه في غرفه ولا توضعوه في المطبخ. المهم تفوت عليه 24 ساعه. نفوتوا مع بعض طريقه تحضير الشربات. نجو الان للشربات. الشربات كيفاش رايحين نحضروها؟ شربات توجدوها مع الخلاط تاع قلب اللوز، مش حتى تحطوا قلب اللوز في الفرن باش توجدوا الشربات، هذا خطا. شربات ثاني لازم تريح 24 ساعه. شربات واش فيها اطرى الماء، اطرى الماء واش تكافئ لكم 1000 غرام، 1000 غرام ولا 1000 مليلتر. عندي 500 غرام سكر حبيبات كذلك، وقطعة الليمون. توضعوها مباشرة على النار، تهز الغالية فقط تنحيوها. الشربات لازم تكون خفيفة. علاش الشربات تكون خفيفة؟ الشربات تكون خفيفة لأنه باش من بعد كي توضعوها ولا تعسلوا بها ولا تشربوا بها قلب اللوز، قلب اللوز راح يشرب لكم في وقت وجيز. كي تكون ثقيلة الشربات وقلب اللوز فيه 750 غرام سكر، صافي السكر بزاف مع السكر بزاف، هذيك حبات السميد ما يطولوا ما يشربوا لكم، راح يتكرمل لكم بزاف ويجي قلب اللوز يقهم. شربات راح لازم تكون، لولا الشربات لازم تكون تاعكم تكون خفيفه. واش معناتها؟ معناتها غير تهز الغليه نحيوها. واش معناتها؟ من بعد كي تنحيوها خليوها تدفى على جهه
ومن بعد باش تغطيوهاش وهي سخونه، يرجع ليها البخار وتعاود يرجع ليها البخار، ومن بعد تعاود يزيد لها كميه ولا نسبه الماء اللي فيها. بعد ما تبرد الشربات نهائيا والغدوه من ذاك، ولا بعد ما تفوت عليها 24 ساعه نضيفوا لها المزهر وهي بارده باش يبقى عطر ولا النسمه تاع المزهر تبقى ظاهره في الشربات. نحطوها على النار ونرجعوا معكم نشوفوا تكمله قلب اللوز تاعنا بحول الله. الشربات بعد ما فات عليها 24 ساعه راح تبدل اللون، القوام تاعها يولي ثقيل نوعا ما. هذا القوام الشربات بعد ما فات عليها 24 ساعه. واش راح نضيف لها انا الان؟ عندي 70 غرام ولا 70 مليلتر ماء الزهر مباشره وهي بارده. راح نسكب عليها ماء الزهر، نحركو طبعا، نحطوها على الجهه ولا نوضعوها على جنب. نوجدوا الان قلب اللوز معكم. عندي قلب اللوز اللي كان فات عليه 24 ساعه. شوفوا القوام تاعو، كيفاش قوام محجر، يعني راح يبس لكم. شوفوا القوام تاعو، راح نفتحوه كامل، نفتحوه مليح من بعضه بهذا الشكل كيما الطعام ولا كيما البربوشه بهذا الشكل. ما راحش انا نخلطو في هذا الصحن، هذا الصحن ضيق نوعا ما، راح نخلطو في اناء يكون واسع، يكون اناء كبير نوعا ما، توضعوا فيه كامل الكميه اللي عندكم. بسم الله، بهذا الشكل كامل السميد اللي كنا درنا له السكر وخليناه يرتاح 24 ساعه. بعد ما فتحناه من بعضه هذا السميد الخشن، واش راح نضيف له؟ انا عندي هنا 50 غرام سمن ذايب، سمن ذايب وبارد، 50 غرام. تسكبوها كامل، تخلطوا السمن قبل، تخلطوا السمن على السميد هذاك مليح. كامل. وعندي 180 مليلتر ماء عادي كيما خدمت معكم في المره الاولى، شمخناه ماء عادي من الحنفيه، 180 غرام ولا 180 مليلتر. 180 مليلتر تسكبوهاش على مره واحده، راح نسكبوها على مراحل غير بالعقل، ونفس الطريقه تخلاط عكس عقارب الساعه، تروحوا معاه غير بالعقل. غير بالعقل. تغير لكم اللون، راح هذا السميد يحكم بعضه، يعني تكون هذه الدوره اللي راني ندور فيها انا تجيني ثقيله، خاطرش من بعد كامل حبات السميد رايحين يشربوا كميه السائل. قلب اللوز ما يتعجنش، هذه الطريقه فقط، مره على مره ندوروا على المنتصف هذا وترجعوا لنفس طريقه التخلاط اللي كنتو تخلطوا فيه في المره الاولى. شوفوا كميه تاع السوائل شربها، تضيفوا جزء قليل من السائل، ما تضيفوش حتى يمتص السميد كميه السائل، غير بالعقل. لازم دائما اناء يكون كبير هكا.
شوفوا كيفاش يتبدل القوام. قوام القلب اللوز كيفاش يتبدل لكم، ولا يولي اصبح يتشكل لي منه كره، مع انني ما كملتش نسبه السائل. كميه السائل لازم تديها كامل، طبعا ما نعجنش. كميه السائل دائما تروحوا غير بالعقل. تخلط بهذه الطريقه غير بالعقل. كميه السائل 180 غرام، 180 او 180 مليلتر. راح يدق لكم تحت يديكم لانه راح يبدا يتجمل. دائما بهذا الشكل. كميه السائل كامل ضيفوها. شوفوا كميه السائل كامل ضيفوها. شفتوا كيفاش ولا القوام؟ شوفوا القوام تشكل لي كره. ترميوها تبقى حاكمه روح. راح نحطو ولا نفرغوه في السنيوه تاع النحاس. نغسل يديا ونرجع. سنيوه تاع النحاس راح ندير لها الزيت، ما راحش ندير لها السمن. السمن يجمد كما تعرفوا، ومن بعد قلب اللوز كي نجي نمشيه ولا نسويه في السنيوه تاع النحاس راح ما يمشي ليش. الزيت يمشي عادي، قلب اللوز يمشي لي عادي كامل بالزيت كامل حتى جناب السنيوه. طبعا ساير داير كامل بالزيت. طبعا الفائض رايحين تنحيوه. الفرن انا مشعلاته 200 درجه. عندي فرن عادي، ما عنديش فرن كوشه ولا فرن ادال، ولا عندي فرن تاع المخابز اللي برا. عندي فرن عادي باش تكونوا على علم، باش نعطيكم كامل كيفاش راني نخدم، كيفاش جربته من المره الاولى ونجح لي ما شاء الله. عندي فرن عادي يشعل من تحت ومن بعد يشعل من الفوق. انا راح نشعله من تحت 30 دقيقه، ومن بعد نجبد السنيوه تاعي، نقطع قلب اللوز، نقطع القلب اللوز كامل حتى لتحت، ومن بعد نعاود نرجعه للفرن حتى نشوف الجناب تاع القلب اللوز كامل ولاو شبه رايحين يكحالو باش نطفي له من تحت نشعل له من الفوق. راح نعاود نفهمكم في هذه المرحله من بعد. كذلك راح نسكب قلب اللوز هنا ونفهمكم في طريقه الطياب مليح مليح. هذه السنيوه تهز كيلو سميد متوسط كيما جربناه معكم كامل هكذا. كامل السميد اللي عندي. تمشيو قلب اللوز كامل عندكم هنا كامل في السنيوه اللي عندكم. قلب اللوز هذا طبعا ماهوش محشي، قلب اللوز عادي. تساويوه مليح مليح. طبعا ايدكم في الزيت تساويوه مليح، ما يكونش الوسط عالي والجناب هما اللي هابطين، وما يكونش العكس طبعا. تساويو كامل السنيوه اللي عندكم كامل هكذا بالكوبات. انا عندي بعد ما تسويو كامل السطح طبعا لازم تدهنوا
بالزيت. لازم تدهنوا وجه قلب اللوز تاعكم بالزيت، ما تدهنوش تفوتوش عليه بالسمن. السمن راه جاي في المرحله اللي راها جايه، في المرحله اللي من بعد هذه، في المرحله اللي بعد هذه. بالكوبات ولا بالموس عندكم رايحين تشكلوا الخطوط، تموروا فقط، مش رايحين تقطعوا. علاش؟ راكم بعد رايحين تقطعوا الحبات بهذه الطريقه، غير السطح فقط. تميزوا حباتكم بهذا الشكل، بهذه الطريقه. حبات عندي لوز، نوع حبات اللوز. الفرن اللي عندي فرن عادي، فرن فونتيلي عادي، شعلته 200 درجه. هو راه طبعا الفرن لازم يكون سخون قبل ما تفوتوا لهذه المرحله، تكونوا شعلتوا الفرن تاعكم يكون سخون 200 درجه. نفوت ولا ندخل السنيوه تاعي في الفرن، نحسب لها 30 دقيقه ونخرجها. نقطع حبات قلب اللوز، نعاود نقطع حبات قلب اللوز مليح بالموس حتى نوصل للقاعده تاع السنيوه. نعاود ندهن الوجه قلب اللوز بالسمن، هذه المره ندهنوه بالسمن، ونرجعوا لكم تشوفوا معنا كامل المراحل. هذا قلب اللوز بعد ما فاتت عليه نصف ساعه بالتمام والكمال. شوفوا كيفاش بدا نشف وبدا يطلع في السنيوه. خلاص باش نروح ندير ندهن الوجه بالسمن. اول خطوه لازم تمشيو قبل السمن على السطح قلب اللوز تاعكم قبل ما تقطعوه، لازم السمن هو الاول. حاولوا انكم ما تروحوش الحاشيه تاع السنيوه. علاش؟ على خاطرش هي تكحل بسرعه، السمن راح يعاونها بزاف، ومن بعد يبان لكم باللي طاب وهو مازال ما طابش، هو مازال خضر. حاولوا تدهنوا غير الوجه الفوقاني بعيد على الحاشيه. بعد ما فاتت نصف ساعه خرجته، وهاني ندير له في السمن على الوجه. السمن هو الاول ومن بعد باش تقطعوا، مش العكس. هذا السمن راح يساعدو باش الوجه يتحمر له مليح ويزيد له في البنه. نقصت انا الفرن عندي، كنت درتو على 200 درجه، حطيته الان ولا توضعوه على 180 درجه. راح نقطع الان، نتبع الخطوط، تقطعوا حتى لقاعده السنيوه اللي عندكم باش تساعدوا السخانه تدخل حتى لداخل. قطعوه حتى لتحت. خلاص قطعوه كامل. نرجعوا للفرن. الملاحظه اللي راح نقولها لكم، نرجعوا للفرن حتى نشوف الحاشيه كامل كحالت، شبه كحالت كامل الحاشيه تكحال. بعد ذلك نطفي لتحت ونشعله من الفوق يتحمر مليح، ونخرجوه وهو سخون، نضيفوا للشربات وهو سخون، والشربات طبعا راها بارده. راح تشوفوا الخطوه معنا بعد قليل. هذا قلب اللوز بعد ما طاب مباشره من الفرن. شوفوا التحميره اللي داها دوغي، الشربات طبعا بارده، تروحوا غير بالعقل. اسمعوا هذا الصوت. الشربات غير بالعقل على 3 مرات، على 3 مراحل، يعني غير بالعقل. الشربات لازم تسكبوها كامل، تخلوش منها الشربات.
راح يشرب لكم غير بالعقل طبعا. اسمعوا هذا الصوت، شوفوا تلقوه يابس من الفوق، يابس حجره. شو اسمعوا هذا الصوت بالملعقه احسن. هكذا تعرفوا بلي قلب اللوز تاعكم ناجح 100%. اسمعوا من بعد راح يولي طري زبده. انا راح نسكب كامل الشربات، خلوه يشرب باردو، راح يشرب لكم باردو. راح يبقى لكم هكذا حتى يشرب واحد نص ساعه، يشرب كامل الشربات. راح تهبط الشربات لتحت، نتوما تغطيوه طبعا، ما تخليوش هكذا مش مغطي راح ينشف لكم. تغطيوه كامل وتخليوه 48 ساعه. تخليوه 48 ساعه وهو يشرب خلاص. مش غير كي تشوفوه مثلا هكذا نشف ولا شرب لكم تروحوا تنحيو منه مورصو ولا تروحوا منه غير جزء على جهه. شربات كامل هذاك الشربات اللي فيه راح تروح لكم لهذاك الجزء اللي نحيتوه منه، اللي نحيتوه. مستحيل ولا ما تقدروش نهائيا ولا ممنوع نهائيا باش تنحوا ولا تنبشوا منه غير جزء، على اساس باش تذوقوا ولا على اساس باش تشوفوه ناجح ولا لا. خليوه هكذا على الاقل. كي ما تخليوش خلاص خليوه 24 ساعه ولا خلوه ليله كامله باش تقدروا لاش تنبشوا منه ولا تذوقوه. لانها مجرد انكم المورصو اللي تنحيوه تهرب ليه كامل هذيك الشربات، والجزء اللي بقى لكم، الجزء الكبير اللي بقى لكم راح ينشف لكم وما يتشربش مليح. هذه الملاحظه الاخرى اللي حبيت نقولها لكم. من بعد راكم راح تشوفوا من بعد طريقه التقطيع تاعو راح نقطعوه معكم. شوفوا هاو بدا يشرب. نضيف الشربات، رايحين تشوفوه معنا من بعد ما تفوت عليه 24 ساعه رايحين تشوفوه معنا كيفاش نقطعوه مع بعض. هذا قلب اللوز تاعنا بعد ما فاتت عليه 48 ساعه. 48 ساعه كامله بالتمام والكمال. الشغل مليح يطول. لا كنتوا تحوسوا ولا تبحثوا على النتيجه تكون مليحه تصبروا عليه. راح نقطعوه الان امامكم. هذا الجزء يتنحى، نحوه بالملعقه باش نقدروا نقطعوا الجزء. ولا نقدروا نقطعوا الحبات كذلك. راح استفتت لكم خاطرش راه شارب مليح مليح. شوفوا قلب اللوز تاعنا يذوب. شوفوا قلب اللوز ذايب. شوفوا معايا من الاعلى حتى الاسفل، يعني ما تحجرش السكر، ما هو يابس كامل. شوفوا قلب اللوز زبده. راح نقطع الحبات ونرجعوا نشوفوه مع بعض. هذا قلب اللوز، هذه النتيجه النهائيه تاعنا تاع قلب اللوز. اللوز يبقى في سنيوه تاع النحاس، ما راح يصرالو والو. تدو منه بالقطعه تقطعوه كما شفتوا معنا. هذو هما الحبات قلب اللوز عاليين. حبيتوا قلب اللوز محشي كذلك تقدروا تحشيوه. خدمنا معكم الوصفه البسيطه خلاص بدون حشو، طبعا ناجحه 100%. نتمنى انكم تجربوها وتنجحوا فيها. وصفه الشيف علي ان شاء الله كامل اللي جربوها واللي رايحين يجربوها كامل في ميزان حسناته. وصفه ناجحه 1000%. نتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.